الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة إن الأخلاق الحميدة من أساسيات الإسلام لأنها تمثل وتجسد الجانب التعاملي والعلاقات بين الناس وهي الأسس التي تقوم عليها حياة الأمة وبقاؤها ومن هنا فقد أولاها الإسلام أهمية كبرى وبين في كثير من العبادات أن ثمرتها وجناها هي الأخلاق الحميدة فالصلاة التي هي من أهم العبادات يقول فيها سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك الصيام يقول فيها سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأساد سبحانه وتعالى الأخلاق الحميدة التي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولقد أحاط الإسلام بالأخلاق تلك الأهمية لاحترامها كرامة المخلوقات فالعبادات في الإسلام لله سبحانه ولكن الأخلاق هي بين العباد الله سبحانه قد أوجد المخلوقات وعلى أجناس مختلفة وقدرات متباينة لكي يكون هناك اتصالات وعلاقات بينهم ولا تقوم العلاقات إلا بأسس الأخلاق الحميدة وللأهمية الكبرى التي أولاها الإسلام الأخلاق الحميدة قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الاهتمام والتمسك بالعبادات فقط دون إعطاء أي أهمية للأخلاق والمعاملات هي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ومن هنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى بالإفلاس والتي يعني أن ينهد الشخص بالعبادات على أحسن الأوجه ولكنه في جانب التعامل مع المخلوقات لم يتصرف التصرف المرضي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي قد شتم هذا وخطف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين